السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم بغيت نحضر بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي باش حضرت هاد الرغيفات. عندي هنايا كما شفتوا معايا عندي واحد المعلقة ديال النافع وحبة حلاوه مطحونين مزيان منيلين، بغيت نسم بهم هاد الرغيفات ديالي. عندي واحد جوج زليف ديال الفورس او الدقيق الابيض، وعندي واحد المعلقه تاع الخل. درت واحد المعلقه تاع الخل ودرت شويه الملحه، وعندي واحد نص ساشي ديال الخماره ديال الحلوى، وعندي واحد المعلقه ديال ماء الزهر. ندير واحد المعلقه تاع الماء الزهر، درت واحد المعلقه باش نسمو، ودرت واحد المعلقه تاع الزيت المائده صافي، وغنعجنو بالماء الدافئ صافي. هادشي اللي غنحتاج ليه. درت شويه النافع وحبه حلاوه باش يتنسموه ليا شويه ويجي منسم. دابا كما شفتوا معايا من بعد ما عجنت العجينه تاعتي، عجنتها مزيان ودلكتها بحال الشكل تاع المسمن. انا درتها في بعد عجنتها بالماء دافي شويه حيت الحال بارد. كما شفتوا معايا دلكتها مزيان وغنخليها واحد 10 دقائق ترتاح. 10 دقائق تقريبا، نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها ترتاح. شوفوا معايا من بعد ما ارتاحت العجينه تاعتي، انا نحاول انني نسرحها بالمدلك ونرشها مزيان بالمايزينا. هاد المايزينا هي اللي كتجيب هشيشه وزوينه. نحاول انني نرشها بالمايزينا بحال هكا، نستعمل بالمايزينا هي اللي غنرشها في سطح العمل وغنورقها مزيان. كما شفتوا معايا من سرحت العجينه تاعتي كامله، غنرشها بشويه المايزينا. انا قرصتها بالمايزينا مزيان وسرحتها. شوفوا كيفاش رقيقه، درتها رقيقه. وغنحاول انني نطويها بحال هكا على شكل مسمنه. غنطويها بحال هكا على شكل مسمن. دابا كما شفتوا معايا حاولت انني نطويها على شكل ديال المسمنه، بحال مربع بحال شكل ديال المسمنه. كما شفتوا معايا صافي كملتها ربعتها درت بحال شكل مسمنه وحده في وحده. غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق. كما كتعرفوا ان الحال بارد وما كترتاحش العجينه بالزربه، خليها واحد 10 دقائق. دابا باش غنرش ثاني شويه مايزينا وغنسرحها. كما شفتوا معايا دابا مستريحت على 4 بحال الشكل تاع المسمنه طويتها صافي. غنورقها كامله، غنرش شويه المايزينا. دابا غنورقها كامله بالمدلك صافي باش نقطعها. شفتوا معايا ورقت العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت واحد شويه، درتها رقيقه بزاف ورقتها كلها بالمدلك. حاولت انني نقسم العجينه على جوج حيت جاتني كبيره، قسمتها على جوج. نحاول انني نديرها مربعات بحال هكا. نحاول انني نحيد لها الزوائد ديولا ونديرها مربعات بهاد الجراره تاع الشباكيه. نحاول انني نديرهم مربعات متقادين واحد شويه. صراحه جا في داك النافع ريحه النافع وما زهر، جات تعطي واحد الريحه زوينه. صافي نحيد ليه هاد الزائد اللي انا شايط ليا صافي، وهادي غنخليها حتى هي نقليها. كما شفتوا معايا درتهم مربعات عشان نكمل العجينه تاعتي كامله. شوفوا السمك ديالها راه رقيقه بزاف صافي. ندير هاد الاثناء ندير الزيت تاعي سخن. نحطهم بحال هكا صافي، ومن يطيبوا ليا في الزيت نقليهم في الزيت. غنزينهم بالعسل والزنجلان. كما تشوفوا معايا راهم بداو كيتنفخوا مزيان. شوفوا كيفاش ولاو
انا يلا بديت. معايا انا بديت كنقلي. كما شفتوا هو كيتنفخ بوحدو. شوفوا كيفاش جا منفوخ، جاني زوين صراحه. كما شفتوا هنايا جا خاوي. شوفوا كيفاش جات خاويه وزوينه من الداخل. نحل معكم وحده تشوفوا كيفاش جاتني. صراحه جاني خاوي وزوين، ما فيه لا بابه لا والو، جا خفيف وزوين بديك الطريقه اللي وريتكم. كنتمنىكم انكم تجربوا هذه الطريقه اللي وريتكم انا باش يجيكم هاد الرغيفات ناجحين. والبوطه تكون شويه على المهل، ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرقش معاكم الرغيف تاعكم. كما شفتوا معايا من بعد ما طاب الرغيف ديالي كيف قلت لكم راه جاني خاوي من الوسط ومقرمش. شوفوا كيفاش جاني خاوي من الوسط وجاني مقرمش. ودرت لي واحد الخطوط ديال العسل، كله درت لي واحد الخطوط تاع العسل. وكيف تزين كيبقى اختياري. تقدري ديري فيه جنجلان، انا درتها بحال هكا واحد شويه جنجلان كما تشوفوا معايا، رشو كله بحال هكا. ديري جنجلان ولا ديري كاوكاو ولا اللوز ايفيلي ولا اللي عندك متوفر في الدار. انا حاولت نرشوها بحال هكا بشويه من الجنجلان من الفوق. صافي كما شفتوا معايا رشيته كله بجنجلان من الفوق. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالي ديال الرغيفات اللي وجدت معكم. والصراحه كيجيو ما شاربينش الزيت بزاف وكيعطيو واحد الكميه كثيره. هما جاوني خاويين كما قلت لكم من الداخل وما شاربينش الزيت نهائيا. وفيهم هذيك النسمه ديال النافع وحبه حلاوه والنسمه ديال المزهر. كنتمنى انكم تجربوهم بالطريقه اللي درت انا، وكيجيو اصلا كيجيو خاويين من الداخل وما شاربينش الزيت.